ولماذا؟ يعني مثلا اولا انا عايز ما دام فتحت موضوع دكتور البرادعي، انا عايز اقول ان الدكتور البرادعي شخصيه محترمه وهو يستحق الاحترام. الحاجه الثانيه انه من حقه، مش هو مواطن مصري، من حقه ان يشارك في الحياه السياسيه واذا استطاع ان يترشح لرئاسه الجمهوريه، وده لا يعني ان يعني تأيده او تعارضه، لكن هو ياخد الحق في انه يرشح نفسه اذا اراد. لكن احنا اختلفنا فيما يتعلق بالتعديلات والحاجات دي، انه مثلا طالب بقيام حزب على اساس ديني، وهنا دي تبقى نقطة فاصلة في العلاقة بيننا، لانه نحن كقوى تحالف ما اعرفش اذا كان من حقي ان انا اتكلم باسمهم ولا لا، لكن خلينا التحالف دلوقتي عندكم مؤتمر يوم السبت، يعني خلينا اتكلم عبر عن التحالف. خليني اتكلم باسم حزب التجمع اللي هو شريك في التحالف. نحن نرفض قيام حزب على اساس ديني، لان حزب على اساس ديني يطالب بالضروره بدوله دينيه، والدوله الدينيه طبعا الدين هو المقدس اللي يجب كلنا ان نحترمه وان نلتزم بتعاليمه وهكذا. ولكن احنا شفنا في دولة يحكمها شخص يدعي انه يتحدث باسم السماء، فاذا احنا بنطالب بديمقراطية من شخص يتحدث باسم الدستور ونختلف مع هذا التصرف او ذاك، لكن اذا واحد قال انا بتحدث باسم السماء وسامنا ما يريد، واحنا شايفين نماذج في بلاد قريبة وبعيدة. يعني موقف حزب التجمع من قصة الدولة الدينية والدولة المدنية معروف ومحسوم. نحن نطالب بالدولة المدنية، نحن نطالب بدستور وضعي، نحن نطالب باحترام الدين كمقدس، ولا نسمح لأحد أن يتاجر بالدين ليتخذ ستارا سياسيا لينفذ به أهداف سياسية. بس اسمح لي يا دكتور رفعت هنا، يعني طب ما حزب الجبهة عندك مثلا ليه علاقات برضه جماعة زي جماعة الإخوان المسلمين، على الأقل علاقات ودية، ومن بين مبادئه وافكاره واللي بيطرحه الدكتور اسامه الغزالي حرب انه ما فيش مانع انه الاخوان ايه الفرق بين ده وبين البرادعي؟ ما عندناش علاقه مش وديه مع احد بطل. يعني اذا كان على العلاقه مع الاشخاص، في كثير من قاده الاخوان علاقتنا بيهم وديه، ما هياش مشكله، لكن الخلاف هو خلاف سياسي. خلاف سياسي، نحن ننظر الى مصر المستقبل، هم ينظرون الى الخلف. لا انا هنا السؤال يا دكتور رفعت عن الفرق بين دخولك في تحالف مع حزب الجبهة وهو يوافق على تأسيس حزب للإخوان المسلمين مثلا، يعني مقابل موقف الحزب من نشاط الدكتور البرادعي، وخصوصا عايز اسالك كمان على الورقة السرية اللي او ما نشر عن ورقة سرية وزعت في حزب التجمع حوالين غموض افكار الراجل. يعني اولا انا عايز اقول حاجة، مفيش في العمل السياسي حاجة سرية وحاجة علانية إلا بس بيسموها سرية إلا إذا قررنا إن إحنا نعمل حزب سري، وإحنا حزب علني وأوراقنا معروضة على الجميع، معروضة على الجميع، لكن من حق أي حزب أن يوجه إلى أعضائه أوراقا، وإحنا بنعمل كده باستمرار، نوجه إلى أعضائنا أوراقا. وحضرتك لو تيجي مرة كده وفرجك أرشيف الحزب هتلاقي مستوى التوزيع الأمانة العامة، يعني لا يطلع على هذه الورقة إلا أعضاء الأمانة العامة. مستوى التوزيع المكتب السياسي. كان هدف الورقة إيه وفحوها؟ هدف الورقة أن نوضح لأعضائنا الموقف الحزبي الحقيقي من الدكتور البرادعي، وفي نفس الوقت ألا ندخل في حوار وجدل حول هذه الشخصية، لأنه هي تمتلك. كان الموقف ايه يعني؟ تمتلك قدر من الاحترام يجب اعتباره. الورقة محتواها ببساطة انه الدكتور البرادعي شخصية محترمة، 2 اننا نرى حقه في انه يخوض غمار السياسة، نرى حقه في ان يتمنى او يرغب او يطلب اليه ان يرشح نفسه في الرئاسة، لكننا عندنا عدة ملاحظات على ما أصدره من تصريحات. ايه بقى الملاحظات دي؟ هنا نماذج، يعني هقول لك نموذج مثلا، انه قال انا التقي بالناس كمصريين وليس كحزبيين. مطلوب من رفعت السعيد
او استاذ محمود اباظة او فلان او علان، انه عندما يلتقي به يروح يقابله كشخص عادي، وان لا يقابله كحزبي. وانا ضد ده، لانه افصل نفسي ازاي عن كوني رئيس حزب التجمع عن اني اتحدث مع الدكتور البرادعي بصفتي الشخصيه. النقطه الثانيه، المفروض ان ابسط قواعد الديمقراطيه هي احترام التعدديه. يعني لما نتكلم عن الديمقراطيه وبعدين نقول ما حدش يتكلم بصفته الحزبيه، يبقى موقف مش. النقطه الثانيه هي الموضوع اللي انا اثرته ده، اللي هو اعطاء انه قال انه لا يعارض او انه يرى امكانيه او يرى ضروره، الله اعلم بالدقه مش عارف بالظبط، حق قيام حزب سياسي على اساس دين. طب دكتور، النقطه الثالثه الرابعه زي بعض، الرابعه خمسه هتعد عليا. لا قول الرابعه. قول العشر، اوصل لا النقطه الثالثه الرابعه بقى يا سيدي. حاضر. طيب الخمسه. طيب النقطه الخامسه ان هو قال انه نحن نريد انه العمل السياسي يسير في اتجاه معين، ما حددش ايه الاتجاه الذي يريد التغيير من اجله. هو عايز تغيير الدستور. طب حضرتك هتعمل تغيير الدستور، هتعدل المادة اللي بتقول لا يجوز قيام حزب على اساس ديني. طيب في هذه المادة اذا تعدلت، هل هينشأ حزب واحد على اساس ديني ولا 20 حزب على اساس ديني؟ لان ما تقدرش تقول لما دام فتحت المجال هيفتح عندك انت. ده لما كانت تنظيمات سريه وارهابيين واللي بتمسك بتعدم، كان في جماعه الجهاد وجماعه الاسلاميه والجماعه المسلمه والنار والبتاع والحاجات دي، وكفروا بعضهم البعض ودخلوا. طب انت هتعطي للمسلمين بس حقهم في تاسيس حزب على اساس ديني، ولا هتعطي للأقباط؟ طب والأقباط لو تديهم هتدي للارثوذكس ولا للكاثوليك ولا كذا؟ يعني لازم الكلام يبقى قادر على انه ينظر الى تداعياته في المستقبل. وعلى هذا الاساس احنا اختلفنا مع الدكتور البرادعي، لكن ده الاختلاف ده لا يحرمه من حقه انه يعبر عن وجهه نظره. ده طبيعي. ده طبيعي يا دكتور رفعت، لكن بيفكرني موقفك من موضوع الدكتور البرادعي بموقفك من حركه كفايه عند تاسيسها وفي ظل نشاطها. بتضحك ليه؟ يعني الموقف متشابه فعلا؟ مش متشابه قوي، لانه كفايه لم يكن فيها شخصيه بمثل هذه القيمه، وفي نفس الوقت ما اعتقدش ان الدكتور البرادعي يتسق مع منهج الاسلوب اللي اتبعته كفايه في تحركاتها. يعني كفايه بيتخذ الطريق شعباني شويه بقى وسلم نقابه الصحفيين ومظاهرات وحاجات زي كده. يعني الوضع طبعا مختلف. ما البرادعي مش هيروح يقف في نقابه الصحفيين. البرادعي كشخص يعني هيقف بطريقه مختلفه بتاع. وجزء من الاختلاف اللي بيننا وبين الاستاذ البرادعي بالمناسبه ان هو قال قبل مبدا انه يبقى رئيس التجمع ده. التجمعات الجبهويه ملهاش رئيس. ليه؟ لانه يعني اذا انا مختلف معاه اهو ومتفق معاه، يعني مختلف في مسائل ومتفق في مسائل، فتحدث هو باسمنا جميعا وقال ما نختلف عليه. صعب. مفيش في الجبهه رئيس، في الجبهه تنسيق حول ما هو متفق عليه. زي اللي حاصل في الجبهه او الائتلاف اللي حصل. زي اللي احنا الاربعه اهو، مين رئيسنا؟ يعني. لا رئيس لنا. احنا بنقعد مع بعض وما نتفاهم عليه يبقى احنا متفقين عليه، وما نختلف عليه يبقى احنا مختلفين. عندكم مؤتمر يوم السبت اللي جاي بين الاحزاب الاربعه، هيستمر تقريبا 3 ايام. في احساس يا دكتور رفعت كده مش قادر اخفيه، وهو انه الحكومه موافقه المره دي على نشاطكم قوي يعني، وقد يكون بتدعمكم يعني، وربما الحزب